مساء الخير، مساء الفل عليكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. ارحب طبعا بكل المشتركين معايا، منوريني دايما كده يا رب على طول. عايزه طبعا قبل ما ابتدي الفيديو ان انا اشكر كل المتابعين او كل المشتركين معايا، وكل حد دخل دعالي دعوه حلوه، ولكي بالمثل ولكم بالمثل برضو. اللهم امين يا رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. عايزه اقول لكم ان احنا في ايام مفترجه، في شهر كريم برضو. ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال طبعا يا رب، واللي في نيته حاجة حلوة يا ربنا يا رب كده يجازيه خير يا رب. وعايزة بقى نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا هعمل معاكم النهاردة بقى إيه يعني، طبق بسلة كده حلو. انا كنت عملته معاكم قبل كده، يمكن الطريقه مش هجيبها، بس انا هقول برضو انا عملتها ازاي. انا بس كان عندي لحمه، اللحمه دي موزه. احنا بنحب عموما اللحمه الموزه، بتبقى حلوه وخفيفه وكده يعني. انا بقى في كومنت جالي برضو، اللي هو ايه بقى، اللي انا يعني انا ما بحطش ميه، او انت ليه ما بتحطيش ميه مغليه على على اللحمه على طول؟ لا، انا بعملها ازاي؟ زي ما انت شايفه كده معايا، انا بشوح اللحمه طبعا في اي ماده دهنيه عندك، لو شويه زيت ذره هيمشي برضو، حته زبده، حته سمنه، معلقه سمنه كده، يعني الدنيا هتمشي، ما توقفيش نفسك على اي حاجه يعني. تمام. انا بقى بشوح، انا بشطف اللحمه يا جماعه، ما بغسلهاش وما بحطهاش كده برضو، عشان طبعا ايد الجزار بقى والكلام ده. لا، بشطفها شطفه كده بس بسيطه وخلاص على كده، صفيه طبعا من الميه بتاعتها، وانزل بمعلقه زبده او معلقه سمنه واشوح بقى فيها اللحمه زي ما انت شايفه ايه بالطريقه دي. تاخد لها بقى صدمه بقى من الوش ده ومن الوش ده، واحط بقى عليها بقى المنكهات بتاعتها، اللي هي بقى زي ما انت شايفه برضو كده، جزر، طماطم، غار، بصل متقطع. ما عندكيش بقى جزر من طماطم برضو، الدنيا هتمشي، توقفيش نفسك برضو على اي حاجه. انا بقى هنا كنت لو خدتي بالك انا بفصص فصوص الحبهان، انا ما بحطش الفص كده بحاله، لا، انا بفتحه وبحط برضو القشر، بنزل برضو اللي في الفصوص الصغيره بقى اللي هي في فص الحبهان، وبيدي برضو يعني نكهه اقوى وحلو. بشوح بقى ان اللحمه زي ما انت شايفه كده معايا لحد بس ما يتغير لونها، انزل بقى ايه بالحاجات اللي معايا دي كلها، اديها برضو تشويحه حلوه كده. افضل برضو اشوح فيها كده مش اقل يعني من دقيقه، يعني كده مش هتاخد معايا وقت يعني. انا بقى مش هحط ميه دلوقتي خالص، يعني خدي بالك بقى. انا يعني هرش برضو كمان شويه رشه فلفل اسود، وما بحطش ملح خالص دلوقتي. اللحمه دي صغيره يا جماعه، هنا في مصر بنقول عليها صغيره. يعني ايه صغيره؟ يعني هي ما بتاخدش وقت في السوا. في لحمه اللي هي الكبيره دي اللي هي بتاعت الكفته بقى والحاجات اللي احنا بنعمل منها بقى ايه الحاجات التانية بقى، الكفته والبرجر والحواوشي والكلام ده كله. تمام. هنا بقى كانت اللحمه، كانت انا بقى ايه خدتكم بقى او الفيديو جري مني. اللحمه بقى انا بعمل فيها ايه بعد ما بوطي عليها؟ بسيبها بقى تستوي مع نفسها. يعني ايه تستوي مع نفسها؟ يعني تاخد وتدي بقى كده مع نفسها، نزلت ميه بتشربها، انت فاهمه؟ فده بقى بيدي سوى اكتر كمان للحمه. بس كده وبعدين بحط عليها بقى الميه المغليه، طبعا بكون غاليه لها ميه واحطها عليها. هنا كانت اللحمه كانت استوت معايا، بس انا ما كنتش ان انا مش قادره اضغط عليها يعني. ف... فقلت برضو اخليها تاخد برضو إيه غلوتين ثلاثه كده مع البسله. كنت عامله بقى طبعا البسله معاكم قبل كده، انتوا عارفينها بقى بتتعمل ازاي، طبعا احنا كلنا شطار زي الفل. وانا قلت بس والله انا كنت عايزه اشارك بس بالفيديو ده، وكنت عايزه اطلع اصبح عليكم او اسلم عليكم واقول لكم كل سنه وانتم طيبين. بس حطيت بقى انا بقى اللحمه في البسله، خدت لها غلوتين ثلاثه. والبطاطس يا جماعه انا ما بحطهاش برضو مع البسله والجزر، لا. يعني انا بقطع كده بصلايه، بصفرها شويه، وانزل بقى بالبسله والجزر بعد ما اكون غسلان طبعا كويس قوي. انزل بالبسله والجزر اشوحهم مع البصل، انت فاهمه ازاي؟ لحد ما ايه ما الجزر بقى يدبل معايا والبسله تدبل معايا. انزل عليها ايه بقى بعصير الطماطم. وطبعا بقى التوابل بتاعتنا بقى، انت عايزه تحطيها بقى اي طعم انت عايزه تطعميه، اي توابل انت ليكي حريه ايه الاختيار يعني. تمام. البطاطس بقى انا بحطها في الاخر، ما بحط يعني قبل ما بطفي عن البسله ب10 دقايق بالظبط. انا بحط البطاطس ليه بقى؟ لان البطاطس اصلا ما بتستحملش، مجرد ما تحط غلوه غلوتين هتلاقيها خلاص استوت معاكي. انا بص انا حاطاها في الشوكه ازاي، يعني مش مهريه ولا حاجه، لا، انا بحب البطاطس تبقى كده، ما تبقاش مهريه، يبقى فيها ايه، فيها تكه كده، انت فاهمه ازاي؟ بس كده حاطط بقى اللحمه مع البسله، خدت لها غلوه اتنين تلاته كده عشان برضو البسله تطعم من طعم اللحمه. وبالهنا والشفا طبعا. ولو وصلتي لحد يا جميله ما حطيتيش الاشتراك، انزلي حطي الاشتراك، ولو ما انت حطيتيش اللايك انزلي حطي اللايك.
إيه طبعا بقى رز بشعريه طبعا عملته، وبرده كنت عملته معاكم قبل كده. إيه برده في تركايه حلوه قوي برده للرز ده، اي رز بشعريه بقى، رز ابيض، رز حبايه وحبايه، لازم تشوحي الرز الاول قبل ما تحطي له الشوربه بتاعته. بمعنى ايه بقى؟ ان انت مثلا انت حطيتي بقى زيت، حطيتي زبده، حطيتي سمنه، ايا كان، بس